سلام سلام، مساء النور عليكم. اليوم ان شاء الله رجعنا فيديو جديد. غنوجد معكم واحد الاكله سهله، كاع المغاربه كيعرفوها، ولكن نشارك معكم اليوم بطريقتي ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم. غنوجد معكم الكفته بصوص مطيشه. ديجا وجدتها معكم قبل، ولكن هاد المره غنوجدها في الطاجين. كنتمنى تعجب. غتجي سهله على الوليدات اللي كيقراو بعد على دارهم، على البنات المبتدئات، على الموظفات. فكره هكا الناس اللي طالعين هابطين في يوتيوب، تقدر تجيهم فكره ديال عشاء ساهل ان شاء الله يعجبكم يا ربي. عندي هنايا كما كتشوفوا عندي الكفته بقري. حسب الاستطاعه ديالكم نتوما، كفته بقري او لا داند او لا الحاجه اللي توفرت عندكم واللي تشهيتوها تقدروا توجدوها. عندي هنا البصله ومطيشه وفصوص الثوم. طبعا ما غنستعملش هاد الراس ديال الثومه كامل، غير هكا فصوص قلال، واحد ولا جوج كافي. البصله حتى هي غنستعمل غير نصف، يعني الا عندكم بصله صغيره تقدروا تستعملوها، يعني غير النصف ديالها، ماشي البصله كبيره. مطيشه كتكون غالبه على البصله. عندي قزبر ومعدنوس. عندي هنا التوابل، عندي الكمون، الابزار، سكينجبير، بابريكا او التحميره، الخرقوم بلدي والملحه. هاد التوابل شويه غنديرو في الكفته وشويه غنديرو في صوص المطيشه. عندي هنا الفلفله حاره والحامض، وهنا كما قلت لكم قبل عندي القزبر ومعدنوس والزيتون. بالنسبه للزيتون تقدروا تستعملوا اي نوع كيعجبكم. انا توفر عندي هاد الخضر هو اللي غنستعمل. اول حاجه غنبدا بها قبل ما ندير هادشي كامل هو هاد المطيشه والبصله والثومه. غنقيهم نغسلهم ونديرهم باش يتسلقوا هكا باش نوجد بهم الصوص. هنا من بعد ما تسلقات ليا البصله ومطيشه والفص ديال الثومه، غادي ناخذهم غنطحنهم. انا هذه هي طريقتي في الصوص ديال الكفته، كتجيني هاد الطريقه عمليه. غناخذهم ونطحنهم مزيان حتى يوليو صوص خاطره وعاقده، يعني ماشي غير نطحنهم صافي ويبقاو دوك الطريفات البصله ولا مطيشه باينين، ولا لا، طحنوهم حتى يتنيلوا مزيان. انا كنستعمل هاد البراميكسور. انتوما الا كانت عندكم الهاشوار، مولينيكس، اي حاجه راه كتقضي الغرض تقدروا تستعملوها. اهم حاجه ان داكشي تطحن مزيان، واذا كانت عندكم شي ماكينه هكا ما كطحنش مزيان حاولوا تصفيو. فاش طحنوا هذيك المطيشه تصفى باش حتى الطويجين يجي معيلك، يعني ما يجيوش دوك الطريفات باينين يخسروا المذاق ويخسروا حتى المنظر. ملي كتكون هكا مطيشه وكتكون لاصوص مطحونه مزيان كتجي عاقده وكتجي لذيذه ومعيلكه. هنا من بعد ما طحنت الصوص ديالي، يعني وجدات طحنات مزيان، غناخذ الطويجين ديالي نشلو شويه بميها لانه من البارح ما خدمت به، ونحطو فوق البوطه. صافي غنحط حدايا فوق البوطه ونبدا خدامه. ما غاداش نبدا عاود نقلي الصوص ولا نخصها صافي لانها واجده ديجا طايبه واجده. غناخذ هاد المطيشه اللي عندي كما كتشوفوا، يعني خاطره عاقده ما فيها لا طريفات لا حتى شي حاجه، واجده صافي واجده الخدمه. وغاديه نبدا ناخذ زويته هكا، زويته بلديه. غندير خطيطات ديال زويته بلديه. انا بحال هاد الاكل السمك اللي كنت بارطاجيت معكم قبل، الكفته، ما كنديرش فيها زيت المائده، كندير هكا زويته بلديه فقط. غندير شويه ديال القزبر ومعدنوس، غنقسم شويه غنديرو في لاصوص وشويه غنديرو باش نديرو في الكفته. التوابل كما قلت لكم غناخذ شويه نديرو في الكفته، غير شويه يعني ما نكثرش، شويه باش تلبح حتى هي وتنسم. والباقي غادي نديرو في لاصوص، يعني هي الاهم. غندير الباقي في لاصوص ونخلطها مزيان ونشعل عليها باش تسخن، باش هذيك لاصوص شويه تسخن، لان هي اصلا ديجا سخونه، غير باش الطاجين يشد السخونيه ديالو وتبدا كتغلى شويه بشويه بين ما وجدت الكفته تقدروا توجدوها نتوما بالطريقه اللي تعجبكم. بغيتو توجدوها هكا صبيعات الكفته، بغيتو ديروها كما كان الطريقه العاديه الكلاسيكيه كويرات الكفته، كما بغيتو نتوما حرين، لكم الاختيار. صافي غنعجنها مزيان ديك الكفيته، نعجنها حتى تخليها ديك الاقامه، يعني ما تبقاش محبوسه في جهه وحده وجهه ما فيهاش، جهه واصلها الربيع جهه لا. عجنوها مزيان حتى تبان لكم صافي العطريه تفرقات فيها كامله. كاين اللي كيزيد فيها بصيله، كاين اللي كيزيد فيها الفلفله، انا كنكتفيها بها بوحدها. هاد الاضافات كنضيفهم الا كانت الكفته السردين او
كنضيف فيها هاد الاضافات بحال الروز، بحال الشحماض، بحال الكفتة البقري كنخليها عاديه صافي. وغنبدا نقادها صبيعات بحال هكا حتى نساليها. ما غنجي فين نساليها يعني غيكون الطاجين ديجا سخن. هنا من بعد ما ساليت غنحل الطويجين ديالي كما كتشوفوا بدات كطلع فيه الغليه، يعني الطويجين سخن، لاصوص حتى هي سخنات وبدات ديك القامه والزويته بداو حتى هما كيتجانسوا مع بعضياتهم. وغنبدا نستف في الكفيته ديالي كما قلت لكم. راه الطريقه اللي عجباتكم طريقه كلاسيكيه كاع تشدوا ديك الكفته وتحطها هكاك في لاصوص كتجي لذيذه وكتجي معيلكه، الطريقه اللي غترتاحوا فيها وغتعجبكم. كنستف هكا الكفيته وكما شفتوا لاصوص راه ما ضفت ليها لا ما لا والو، العافيه تكون مهيله، غير ديك لاصوص كافيه ديال المطيشه كافيه. اصلا فاش طحنتها ما كان فيها لا ما لا والو، يعني كانت نشفات صافي كافيه. تنقصوا عليها البوطه، تحطوا فيها الكفيته ديالكم وتخليوها على خاطرها. الكفته دغيا كطيب على خاطرها، تردوا ليها غير البال باش ما تنشفش بزاف عاوتاني حتى تلصق ولا تحرق صافي. وهي واجده لذيذه. من بعد ما ساليت الستاف ديال الكفته غادي نزيد عليها هكا الزويتينات من الفوق، غنزيد عليها الحامض ودوك المزيودات ديال الحار صافي. ونحاول نهز لاصوص معلقه، خذوا لاصوص بشي معلقه وسقيو هذيك الكفيته من الفوق باش توصلها اللذه ديال لاصوص. وها هي واجده يا سلام. بالنسبه للزيتون انا عاده كنستعمل الحمر، الزيتون الحمر كيعجبني لانه كيعجبني، او حتى الزيتون البلدي حتى هو كيجي فيها لذيذ. الزيتون الخضر حتى هو كيجي فيها لذيذ وهو اللي توفر عندي حاليا، يعني اي زيتون عندكم تقدروا تستعملوه. الحامض كذلك كنستعمل المصير، حاليا ما متوفرش عندي، استعملت العادي الحامض العادي حتى هو كيعطي واحد المذاق لذيذ. حاولوا الحامض هكا تحطوه غير من الفوق، ما كنديروش مع لاصوص في الاول، يعني تسلق معاها ولا شي حاجه ولا يسخن معاها لانه كيعطي واحد المذاق ديال الحموضه شخصيا ما كيعجبنيش. صافي هكا كافي. غادي نحاول ناخذ معلقه عاود كما قلت لكم قبل باش هذيك لاصوص نوصل بها لدوك الطريفات ديال الكفته اللي بقاو من الفوق ما واصلهمش. نسقيهم مزيان، نسد على الطويجين ديالي ونخليه هكا مره نرد ليه البال والعافيه نكون مهيله. غادي نقص منها تكون مهيله ونخليه حتى يطيب. كيجي يا سلام معلك، كيجي لذيذ. ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبار وتاكلوه بالصحه والراحه يا ربي. صافي من بعد ما كيطيب هنا حاولت ندير لكم فلاش لان الاضاءه ما كتبانش مزيان مع في الليل. ما شاء الله كما كتشوفوا لاصوص كتجي معيلكه واخا الاضاءه ما عطياش الطبق حقه. لاصوص كتجي معيلكه، كتجي لذيذه، كتجي واقفه في ديك التعليكه ديالها يا سلام. الكفته كطيب كيجي مذاق رائع. ردوا معاه البال، قلت لكم ردوا مع البال لانه يعني مع لاصوص كتكون ما فيهاش الماء تقدر تحرق لكم. انا كان غير بديت تحرق لي من الجنب ولكن داركت الموقف طفيت عليه البوطه. رائع، واحد الرويحه طالعه يا سلام لان داكشي طيب حدو قدو ما كاينش قوه الماء وقوه داكشي كيجي ما زوينش، ما كتجيش ديك التتبيله شاده في راسها. ما شاء الله كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوه تردوا عليا الخبار وبصحه والراحه.